السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم اتأهلنا للمباراة النهائية المستحيلة، البرتغال ضد اسبانيا. قبل ما نحط لكم ترقيم خلينا ندخل على طول المباراة. بس مستحيل اليورو، هل اسبانيا ستفوز ام سيروحون ركلات الجزاء؟ احنا ما نعلم هل اذا رحنا ركلات الجزاء 1-0 على انجلترا بالقوة لعبنا صدهم وفزنا 1000-1. نحتاج هاي المباراة اليورو موجود. يا رب احنا اليوم نكسب المباراة يا رب. رونالدو موجود اليوم. مباراة نهائي يورو 2024 مشوار طويل وصعب على المنتخبين، ولا الوجه لوجه على أرضية الملعب من أجل تحديد البطل. قوية جدا، لكن خلينا نشوف مين حيفوز ومين حيسجل أول جول بداية المباراة. أوكي، طاقة إسبانيا. يتقدم بالكرة للهجوم. إسبانيا حلوة بدري برافو بدري. قبل البرتغال فازت. ركلة حرة لمنتخب البرتغال. لا والله خاطر قتل الجزاء تكون لا والله لو كان فاكر الجزاء الحكم حلو هالسفارة. رودريجو كرة مع فيران توريس يا ايش اللي تاغلي سكد لعب مثل فيران. حلوة فرناندو توري تدخل في توقيت مثالي. فرناندو فرصة توري خطيرة للتقدم في النتيجة. يا لا يا اخي كريستيانو رونالدو. قليل على المرمى. فرصة لتونس. مستحيل حارس المرمى غير يا اخي، يعني انا ما قدرت انزل ليش بعدما برونو فرنانديز 0-0 جزاء. الله على الضغط العالي. فرصة لتهديد المرمى. والله اليوم فوز ان شاء الله. كرة تصل لفيران توريس. حلوة اسبانيا. الله على التدخل، ينهي كل الخطورة في داخل المنطقة. فرصة لهدف التقدم. حارس المرمى في منتهى الروعة. حارس المرمى صاير غير عادي. ويارزبال. كرة تصل لفيران توريس. فرصة لتوريس. القائم يتدخل، يبدأ هدف محقق في الكرة الماضية. على الكرة كانت قريبة. والله اليوم كله صعبة على اسبانيا والبرتغال همينة. اسبانيا مساكين اللاعبين قصيرين. اسبانيا لو ما كانت تشجع اسبانيا، لا انا اخترت تشجع اسبانيا بتفوز. هاي احلى لعبة بالتاريخ، هاي احلى لعبة حراسة المرمى على اعلى مستوى. شطرنج. يلا يا حكم صفر. تنطلق الصافرة الان معلنة عن نهاية شوط المباراة الاول. الشوط الثاني يبدأ مع المنتخب البرتغالي. راح يدق الزاوية اذا انا ما في ابياو ورادو لا سجل لا سجل لا خلي يسجل. برناردو سيلفا وصلت إلى بالينيا، محاولة لوضع الكرة في المرمى، والراية تعلن عن وجود تسلل هنا. كان مهم جدا انتظار التوقيت المناسب للتمرير حتى يتم الرجوع الكامل من منطقة التسلل. تشتيت الشوط الثاني. اوتافيو نشاهد هنا تحرك هجومي واحد من جانب موراتا. صغريتي بيعدي وبيمر الكرة.
وشوف الهدف مرة أخرى. استمتع. انظر إلى التسديدة كأنها تمريرة داخل المرمى. الله على هذه الثقة والمهارة في الإنهاء. ألف الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر على هذا الفريق اللي عندي. قعدت اللي سجل الثاني لا. يلا فرناندو توري البطل، فرناندو توري البطل. لا 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 أبعد الكرة عن مرماه. لقطة خطيرة جدا. داني أولمو لا 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 لا. كريستيانو رونالدو. ليش ما نزل أولمو أحسن؟ داني أولمو ينزل. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. رونالدو توري راحت إلى موراتا. خطيرة الكرة مع موراتا. لا تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. كريستيانو رونالدو. طلعت طوبة بس لحظة. طلعت طوبة يا رب طلعت طوبة شبيك. والتدخل المثالي لاستعادة الكرة. ضربة حرة للمنتخب البرتغالي. داني أولمو دخل إذا اللعبة. تبديل يجريه الفريق الآن. يا ربي سجلها شوط عايش حلو. لعب الفريق بخل من الفريق بالطابة. ايوه اليورو كسبنا اخر دقايق ولك اخر دقايق في زاوية اليوم فرحت يا عراق، اليوم الفرحة عراق لك. واخيرا اليورو لأول مرة. شكرا لكم متابعيني.